برشلونة يختار بين ثنائي المنتخب الإسباني لدعم الفريق. تقرير: مستقبل داروين نونيز ورافينيا وخيارات برشلونة المستقبلية. معضلة في ملعب جيرونا لمباريات دوري أبطال أوروبا. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل البداية صديقي، لدي لك طلب صغير وصغير جدا، وهو فقط الضغط على زر لايك. لن يأخذ منك سوى ضغطة زر فقط. وأيضا لا تنسى كتابة الرقم 5 في التعليقات لكي أعرفكم أيها الرائعون، وشكرا لك. يضع نادي برشلونة نصب عينيه تعزيز فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهذه المرة ينصب تركيزه على إضافة موهبة مميزة في مركز الجناح الأيسر. ووفقا لتقارير موثوقة من صحيفة سبور الإسبانية، فقد وضع النادي قائمة مختصرة من اللاعبين، حيث يبرز اسم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الصاعد كخيار مفضل على داني أولمو لاعب لايبزيغ المتألق. ويمثل نيكو ويليامز البالغ من العمر 21 عاما حزمة من الطاقة والإمكانيات غير المستغلة. لاعب يتمتع بمهارات استثنائية في المراوغة وقدرة مذهلة على التألق في المساحات الواسعة. سرعته وخفته تجعلانه تهديدا مستمرا على الجناح، حيث يمكنه استغلال الفرص والتغلب على المدافعين في المواقف الفردية. وتكمن إحدى نقاط قوته الرئيسية في قدرته على اللعب بكلتا قدميه، مما يجعله غير متوقعا ومتعدد الاستخدامات في الهجوم. يمكن لنيكو ليس فقط أداء دور الجناح التقليدي على الخط، ولكن أيضا الاختراق إلى الداخل وخلق فرص تهديف لنفسه ولزملائه. وعند مقارنة ويليامز بأولمو، فإن ما يميز نيكو أيضا هو عمره الذي يبلغ 21 عاما. فمع وجود مستقبل واعد أمامه، يستثمر برشلونة في لاعب يمكن أن ينمو ويتطور مع الفريق على المدى الطويل. حتى لو ظل ويليامز مع برشلونة لمدة 7 سنوات، فمن المحتمل أن يحافظ على قيمته التسويقية، وهو الشيء الذي يجعله استثمارا جذابا للنادي الكتالوني. من ناحية أخرى، يبلغ أولمو من العمر 26 عاما، وهو في سن مثالية للمساهمة الفورية، ومع ذلك قد يكون من الصعب الحفاظ على قيمته التسويقية المرتفعة بعد 4 أو 5 مواسم. وعلى الصعيد الاقتصادي، هناك اعتبارات مهمة أيضا، وهو الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز مع أتلتيك بيلباو البالغ 50 مليون يورو، وهو مبلغ أقل من قيمة فسخ عقد أولمو التي تصل إلى 60 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن راتب ويليامز الأقل يمثل ميزة كبيرة لبرشلونة أيضا، بالنظر إلى القيود المالية الحالية للنادي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف. فالتعاقد مع ويليامز لن يضيف فقط موهبة استثنائية إلى الفريق، بل سيساعد أيضا في الحفاظ على الاستمرارية المالية للنادي. ويمتلك ويليامز وأولمو القدرة على اللعب في مركز رأس الحربة، ولكن مرة أخرى يتفوق ويليامز في سرعة تغيير الإيقاع. قدرته على التسارع بالكرة وتغيير اتجاه اللعب تجعله غير متوقع وخطير في الهجمات، وأيضا مهارته في المراوغة وسرعته تجعله تهديدا دائما للمدافعين، مما يخلق مساحات لزملائه أيضا. ومع سعي برشلونة لبناء فريق للمستقبل، فإن ويليامز يمثل خيارا استراتيجيا وذكيا أيضا. فهو لاعب شاب واعد لديه إمكانيات هائلة للنمو والتطور، ويمكن أن يصبح ركيزة أساسية في الفريق لسنوات قادمة. أيضا قدرته على اللعب في أكثر من مركز ومرونته التكتيكية تضيف أبعادا جديدة لتشكيلة برشلونة، وهو أمر جيد جدا ويمنح المدرب خيارات تكتيكية متعددة، في حين أن كلا اللاعبين موهوبان للغاية. ويليامز يمثل خيارا أكثر جاذبية على المدى الطويل، بجانب بإمكانياته الهائلة إلى جانب الوضع المالي تجعله هدفا منطقيا لبرشلونة. ومع ذلك، فإن الصفقة ستعتمد في النهاية على ميزانية النادي والفرص المتاحة في السوق. ومع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، من المؤكد أن برشلونة سيقوم بتقوية خياراته بعناية. فالتعاقد مع نيكو ويليامز سيكون بيانا قويا للنوايا، مما يدل على التزام النادي بالجمع بين المواهب الشابة والإمكانيات الهائلة. ومع ذلك
ذلك فإن الوقت وحده كفيل بأن يخبرنا بما إذا كان ويليامز سيرتدي القميص الكتالوني أم أن برشلونة سيتجه إلى مسار مختلف. ففترة الانتقالات دائما تعد فترة مثيرة لعشاق كرة القدم عموما، فمع سعي برشلونة إلى تعزيز صفوفه بشكل كبير يمكن لعشاق النادي أن يتطلعوا إلى مستقبل مثير سواء كان ويليامز أو أي لاعب آخر، فإن برشلونة عازم على إعادة بناء فريق قادر على المنافسة على أعلى المستويات. وفي خبر آخر، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في تقريرها الصادر اليوم كشفت عن مصير مهاجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز وارتباطه بالانتقال إلى نادي برشلونة. وقد أثارت تقارير إنجليزية سابقة التكهنات حول احتمالية لجوء برشلونة إلى التعاقد مع نونيز، خاصة مع تقدم روبرت ليفاندوفسكي في السن واقترابه من نهاية تعاقده مع النادي الكتالوني. غير أن صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن نونيز البالغ من العمر 22 عاما والذي انتقل من بنفيكا إلى ليفربول مقابل رسوم أولية قدرها 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمكافآت وحوافز لن يتخلى عنه ليفربول الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2028. ونظرا لحجم الصفقة والالتزام طويل الأمد بين اللاعب وناديه، استبعدت الصحيفة الإسبانية تماما احتمالية انتقال نونيز إلى برشلونة، خاصة وأن النادي الكتالوني يعاني من ضائقة مالية في الوقت الحالي ولا يمكنه الإنفاق على صفقات ضخمة. وفي سياق متصل سلطت الصحيفة الضوء على الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي توتنهام أيضا. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن صفقة انتقال رافينيا إلى توتنهام أكثر قابلية للحدوث، حيث يحتاج برشلونة إلى تحقيق إيرادات من خلال صفقات بيع كبيرة. ومع ذلك أوضحت الصحيفة أن رافينيا لا يفكر في الرحيل عن برشلونة حاليا، خاصة بعد أن أصبح لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق، حيث لعب دورا حاسما في 8 مباريات من أصل 11 مباراة قبل الهزيمة المفاجئة ضد جيرونا ب4-2. وأضافت الصحيفة أن برشلونة يدرك القيمة السوقية للاعب ويهدف إلى الحصول على مبلغ لا يقل عن 80 مليون يورو مقابل بيعه. ومع ذلك يبدو أن رافينيا ملتزم بالبقاء في الكامب نو، حيث أعرب عن رغبته في مواصلة اللعب مع النادي الكتالوني. ويبدو أن برشلونة سيكون مضطرا لإيجاد مصادر دخل أخرى، حيث أن كل من نونيز ورافينيا اللذان كان هدفين محتملين من أجل خروج واحد واستقطاب آخر أصبح الآن خارج خطة النادي، وسيتعين على الإدارة الرياضية لبرشلونة البحث عن بدائل أخرى سواء لتعزيز صفوف الفريق أو البحث عن لاعبين يمكنهم الخروج بمبالغ جيدة جدا. ومع استبعاد انتقال داروين نونيز إلى برشلونة ورفض رافينيا فكرة الرحيل عن النادي الكتالوني، يجد برشلونة نفسه أمام حاجة ملحة لتعزيز صفوفه قبل بداية الموسم المقبل، وفيما يلي بعض الخيارات البديلة التي قد يلجأ إليها النادي الكتالوني. أولا، البحث عن مهاجمين بديلين. مع تقدم ليفاندوفسكي في السن يحتاج برشلونة إلى ضم مهاجمين جدد لتعزيز الخط الأمامي، وقد ارتبط اسم النادي مؤخرا بالعديد من المهاجمين الواعدين مثل الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس والبرازيلي ريتشارلسون لاعب توتنهام. قد يمثل أي منهما خيارا جذابا لبرشلونة، حيث أن كليهما يتمتعان بالموهبة والمهارة ويمكنهما تقديم مساهمة فورية مع الفريق. ثانيا، التركيز على المواهب الشابة. لطالما كان برشلونة معروفا باهتمامه بتنمية المواهب الشابة، وقد يكون هذا النهج الذي سيسلكه النادي في سوق الانتقالات. يمكن برشلونة من الاستثمار في ضم لاعبين شباب واعدين كما حدث مع بيدري أو المدافع الهولندي خافير مينديز الذين يتمتعون بمهارات عالية يمكن أن يصبح نجوما في المستقبل. ثالثا، البحث عن صفقات مجانية. قد يلجأ برشلونة إلى البحث عن صفقات مجانية لتخفيف العبء المالي على النادي، وهناك العديد من اللاعبين الموهوبين الذين تنتهي عقودهم في نهاية الصيف، مثل اللاعب النيجيري ناتشو نجم ليستر سيتي، وأيضا ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند تنتهي عقودهم في صيف 2024. فيمكن أن يمثل هؤلاء اللاعبين خيارات قوية لتعزيز صفوف برشلونة دون إنفاق رسوم انتقال.
رابعا، تبادل اللاعبين. قد يدخل برشلونة في مفاوضات مع الأندية الأخرى لتبادل اللاعبين، مما قد يوفر مرونة مالية للنادي. على سبيل المثال يمكن للنادي التفاوض مع أندية مثل تشيلسي أو مانشستر يونايتد لتبادل اللاعبين الذين قد لا يكونون ضمن خطط هذه الأندية في الموسم المقبل، مثل المهاجم جاكسون من تشيلسي وغارناتشو من مانشستر يونايتد. وخامسا وأخيرا، الاعتماد على أكاديميات لاماسيا. لطالما كانت أكاديمية لاماسيا مصدرا للمواهب الاستثنائية لبرشلونة، ويمكن للنادي أن يعتمد عليها مرة أخرى لتعزيز صفوف الفريق الأول. هناك العديد من اللاعبين الشبان الواعدين الذين قد يكونون على استعداد لخوض غمار الدوري الإسباني، مثل المهاجم مارك غويو الذي خاض بالفعل مباريات مع الفريق الأول وتألق بشكل مميز، وأيضا ميكا فاي الذي قد يتم تصعيده إلى الفريق الأول الموسم المقبل برفقة فورث. وفي الختام، على الرغم من أن برشلونة قد استبعد 2 من أهدافه الرئيسية، إلا أن هناك العديد من الخيارات البديلة والمحتملة أمام النادي لتعزيز صفوفه. وسيتعين على الإدارة الرياضية لبرشلونة أن تكون مبتكرة وأيضا مرنة في نهجها لبناء فريق قادر على العودة إلى المنافسة في الموسم المقبل. فما رأيكم أصدقائي؟ من هو من هذه الأسماء التي ذكرناها يستحق أن يلعب لبرشلونة؟ أخبرونا بذلك في التعليقات. يواجه نادي جيرونا الإسباني معضلة بشأن خوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تأهله التاريخي للبطولة لأول مرة في تاريخه. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة سبورا الكتالونية اليوم، فإن ملعب مونتيليفي الخاص بالنادي غير مطابق للمعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي وضعها الويفا كشروط لخوض مباريات دوري الأبطال. وقد تأهل جيرونا إلى دوري أبطال أوروبا بشكل مثير بعد فوزه على العملاق الكتالوني برشلونة ب4-2 ليضمن بذلك احتلال مركز ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإسباني. ووفقا للصحيفة فإن ملعب مونتيليفي الذي يتسع ل9000 متفرج يتم توسيعه عادة بمدرجات قابلة للسحب لتصل سعته إلى 13,000 متفرج، إلا أن هذا النوع من المدرجات القابلة للسحب غير مقبولة في معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المباريات الأوروبية. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن إعادة تصميم مدرجات الملعب لتتوافق مع معايير الويفا سيتطلب ما لا يقل عن 3 أشهر من العمل واستثمار قدره 20 مليون يورو. وهذا ما يعني أن الفريق سيكون مضطرا لخوض أول 3 مباريات له على الأقل في الموسم الجديد خارج ملعبه في الدوري الإسباني. وفي حال لم يتمكن جيرونا من تعديل مدرجات ملعبه، فسيتعين عليه اقتراح ملاعب بديلة لخوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا، وقد يضطر الفريق للعب في ملعب أبعد، مما قد يسبب بعض الصعوبات للجماهير الراغبة في حضور المباريات. وتعد هذه المعضلة تحديا كبيرا للنادي الذي يخوض غمار دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. وسيتعين على إدارة النادي اتخاذ قرارات صعبة بشأن الملعب الذي سيستضيف مبارياتهم الأوروبية، آخذين بعين الاعتبار الجوانب اللوجستيكية والمالية، مع الحرص على توفير أفضل تجربة ممكنة لجماهيرهم المتحمسة. ومن الجدير بالذكر أن نادي جيرونا قد حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويأمل النادي الآن في إيجاد حل مناسب لخوض مبارياته في البطولة المرموقة، مع ضمان توفير تجربة آمنة ومريحة لجماهيره. ولكن رغم كل هذا فإن هناك نقطة سوداء في هذا الموضوع، وهي أن قانون الاتحاد الأوروبي يمنع أن يشارك ناديين مملوكين لنفس المؤسسة. وفي هذا السياق فإن مانشستر سيتي وجيرونا مملوكين لمؤسسة واحدة وهي سيتي جروب، ولا أحد يعرف حتى الآن ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع. هل سيشارك مانشستر سيتي وجيرونا في نفس النسخة، أم أن الاتحاد الأوروبي سيطبق قوانينه وسيضحي بواحد من هذه الأندية؟ صديقي، هذا فيديو آخر قد يعجبك هنا، وشكرا لك. سلام.